هل ممكن تكون في علاقة كويسة بس كل شوية بتبوظ منك بسبب عدم إحساسك بالأمان وعدم إحساسك بثقتك في نفسك، أو مجرد بيجيلك خيالات أنت محبوس جواها والخيالات دي بتطلع من جواك مشاعر تبوظ العلاقة اللي ممكن تنجح كويس قوي؟ فهم إيه اللي بيغذي إحساسي بعدم الأمان أو اللي إحنا بنسميه الانسكيورتيز، وفهم إيه الأسباب اللي بانت جوايا الإحساس بعدم الأمان هي أول خطوة إن أنا أتخلص من الانسكيورتيز دي وأبدأ أبني ثقتي في نفسي واحدة واحدة. في الحلقة دي هكون بتكلم عن 4 أسباب ممكن أكون عديت فيهم في حياتي تبني جوايا إحساسي بعدم الأمان، و4 أنواع للإنسكيورتيز، وإيه الحلول اللي ممكن أبدأ أتبناها عشان أعالج نفسي في حتة عدم الثقة في النفس. أول حاجة هي تجارب الطفولة. لو انت طفل اتعرضت للإهمال وقت طويل، اتعرضت للانتقاد طول الوقت، بابا أو ماما أو أي حد صاحب سلطة عليك في البيت طول الوقت رسالته اللي بتوصلها لك ان انت مش كفاية او ان انت معرفتش تعمل حاجة دي 100%، دايما الحاجة ناقصة. وانت طفل اللي بيحصل براك هو اللي بيديفاين وبيعرفك من جوه، فلو انت من بره ما عملتش الحاجة دي 10/10 يبقى انت من جوه مش 10/10. لو الحاجة من بره مش كفاية ده معناه مش ان انت تصرفاتك مش كفاية، ده معناه ان انت شخصيا مش كفاية. وكتير احنا بنحاول نساعد الاباء والامهات وهم بيربوا اولادهم ان طول الوقت تبقى رسائلهم لاولادهم رسائل تطمينية، رسائل تشجيعية، انه حتى لو ما جبتش 10/10 it's okay، انا enough، انا كفاية. وده اللي بيبني ثقة الطفل في نفسه من وهو في سن صغير جدا، لانه لو الحاجة دي كبرت معايا مع الوقت هي بادية في حياتي الداخلية قد كده، بس وانا بكبر في السن احساسي ان انا مش كفاية عمال يكبر معايا وبيبقى جزء اساسي من شخصيتي، وبالتالي جزء اساسي من طريقة كلامي مع الناس. فانا ممكن ابقى من جوه حاسس بعدم الكفاية، ولاقيني في علاقتي مثلا مع شريك حياتي اقعد اقول له انا مش جميلة كفاية، انا مش شاطرة كفاية، انا حاسة ان طول الوقت محتاجة اعمل حاجة اكتر عشان اثبت للي قدامي ان انا كفاية ليه في حياتنا. تاني حاجة ممكن تبني جوايا الاحساس بعدم الامان هي الصدمات المستمرة اللي انا بتعرض لها في حياتي. فلو انا مثلا عايشة في بيت مش قادرة أتوقع أفعال وردود أفعال الناس من حواليا، بابا ماما إخواتي، ممكن في يوم أصحى ألاقي المود تمام، وأوقات تانية أصحى ألاقي نفس الشخص اللي كان امبارح في مود تمام النهاردة مزرجن ومتعصب عليا وأنا مش عارفة أنا عملت إيه. فإحساسي إن أنا طول الوقت في عدم استقرار وعدم ثبات في علاقة أنا عايشة معاها طول الوقت بيخليني أبقى طول الوقت محطوطة تحت ضغط إن أنا محتاجة ألحق الموقف عشان أفضل أنا في مود كويس بغض النظر اللي قدامي ده النهاردة كويس ولا مش كويس. إحساسي طول الوقت إن الحياة من حواليا بتتهز وبتتحرك بتخليني طول الوقت في حالة من الانكزايتي أو حالة من الاضطراب إن أنا مش عارفة المصيبة اللي جاية هتجيلي منين. ده مع الوقت بيبني جوايا إحساس إن أنا طول الوقت عايزة أدافع عن نفسي، عايزة أدافع عن أخطائي، عايزة أدافع عن السقطات الصغيرة اللي بغلطها، لأني مش متوقعة اللي قدامي هيتصرف إزاي أو رد فعله تجاهي هيبقى عامل إزاي. ثالث سبب ضغوط المجتمع من حواليا. وللأسف إحنا زمان كان لكل عصر ولكل زمن معاييره للجمال، معاييره للنجاح، لكن إحنا دلوقتي عايشين في زمن إن اليوم ليه معاييره. النهاردة معايير الجمال غير امبارح، والنهاردة معايير النجاح والغنى والشطارة غير امبارح خالص. فأنا طول الوقت محطوط تحت ضغط المتغيرات الاجتماعية، ومحتاج مع كل معايير أو مع كل ترند بيطلع لي سواء على التيك توك أو على الانستجرام أنا يدوب بلحق أبقى كفاية لترند النهاردة، بكرة الترند الجديد بيطلع ما بقاش لحقت أبقى كفاية للترند بتاع امبارح، بمشي من الترند بتاع امبارح بنص شطارة، ما بقاش كفيت نفسي ولا كفيت الآخرين في امبارح، فببدأ أتبنى ترند الجديد وابدأ أتشطر فيه، ألاقي ترند بكرة جه. إحساسي طول الوقت بتغيرات المجتمع من حوالي بتخليني أجري وابقى أنا داخليا ما عنديش حالة استقرار تقولي أنا مين أو عايز أبقى إيه في الحياة. بالتالي طبيعي جدا إن أنا تتبني جوايا إحساس بعدم الأمان لأني مش قادر أثبت نفسي في حاجة. رابع وآخر سبب بيبني جوايا إحساسي بعدم الأمان هو جلدي لنفسي. طبيعي لو أنا كبرت في بيت أو تعرضت لعلاقة عاطفية طول الوقت اللي قدامي بينتقدني، طبيعي أنا هكبر بنتقد نفسي وبجلد ذاتي على أي خطأ. لكن محتاجين نفهم حاجة مهمة جدا، إن أخطائنا في الحياة مش هي اللي بتعرفنا، شخصياتنا وسلوكياتنا المنتظمة هي اللي بتثبت إحنا مين، بتعرفنا إحنا مين. طبيعي نغلط، لأن من غير الغلط أنا مش هعرف إيه الصح من الغلط، مش هعرف إيه المناسب ليا وإيه اللي مش مناسب ليا. قبولي لأخطائي
بيديني احساس بالامان. عدم قبولي الاخطاء بيخليني انه من بره انا مش قادر اثق في الناس اللي حواليا، ومن جوه مش قادر اثق في نفسي، لاني كل شويه بهبط نفسي، وكل شوية مش قادر أبقى جدير بثقة نفسي فيا. وزي ما في 4 أسباب بتبني جوايا إحساس بعدم الأمان، في 4 أنواع لعدم الأمان. النوع الأول هو عدم الأمان الاجتماعي. لما تلاقي نفسك طول الوقت فارق معاك رأي الناس فيك، هتلاقيك طول الوقت بتقول هل أنا تمام؟ هل اللي عملته ده صح؟ في أي حاجة يا جماعة؟ الدنيا ماشية كويس؟ فأنا طول الوقت محتاجة أبقى متأكد إن كل الناس مدياني الأوكي، إن كل الناس عاجبها اللي أنا بعمله. ده بنسميه عدم أمان اجتماعي. النوع التاني من عدم الأمان هو عدم الأمان في العلاقات القريبة أو العلاقات العاطفية. لما لاقيني كل شوية مش قادرة أثق في اللي قدامي، بس سبب عدم ثقتي في اللي قدامي هو عدم ثقتي في نفسي، إن أنا طول الوقت شاكة إن أنا كفاية للشخص اللي أنا مرتبطة بيه، أو إن أنا طول الوقت عارف إنه رغم إني معايا فلوس أو معايا شقة أو معايا عربية، لكن مش ضامن المجتمع ممكن يقول ايه لحبيبتي، فانا طول الوقت محتاج أأمن ان انا كفاية ليها وان انا مالي عينيها. النوع الثالث هو عدم الامان الجسدي، ان انا طول الوقت مش عاجبني شكلي، طول الوقت بحاول اعمل مجهود اني ابقى احسن، بس لو المجهود ده نابع من عدم امان، المجهود ده هيبقى ضاغط على قد ما هو مجهود للصحة العامة للجسد، ولاقيني بخبي الحاجات اللي تعباني في جسمي، وخبي الحاجات لحد يقول عليا حاجة، وابقى حاسس بنفور من جوايا ناحية جسمي. رابع نوع من أنواع عدم الأمان هو عدم الأمان في الأداء، وده يبان قوي في دوائر الشغل. لما يطلب مني حاجة احس على طول ان انا مش قدها، ولاقيني بهرب من المسؤوليه، او الاقيني وانا بعمل حاجه طول الوقت مهزوز ومش واثق ان انا هعرف اقدمها بشكل كافي، وده بيؤدي في النهايه ان انا ممكن فعلا اغلط في الشغل، لان انا مش حاسس ان انا قد المسؤوليه دي. ايه الحل في موضوع عدم الامان؟ ازاي اتغلب على احساسي بعدم الامان والانسكيورتيز وثقتي في نفسي؟ انا سمعت فيديوهات كتيره بتحاول تحل مشكله الثقه في النفس، وانا دايما بتسأل كتير قوي في جلسات انا مش واثقه في نفسي، مش عارف او مش عارفه ازاي اعالج الحته دي. ولا حاجه من اللي انا سمعتها للحقيقه ساعدتني، لان انا زمان كان عندي المشكله دي بشكل كبير وبصارع فيها من الوقت للتاني، مش بشوف حاجات عمليه تقدر تساعدني، لحد ما وصلت لحل مثالي، هو انه انا اتصرف كأني شخص واثق في نفسه. تصرفاتي الخارجيه بتقول للناس ان انا شخص واثق في نفسه. ناس كتير ممكن وهي بتسمع الجملة دي تقول يعني انا هيبقى عندي جواليتي او هيبقى عندي ازدواجية، من بره بأظهر حاجة وانا من جوه مهزوز ومنكسر. لا، عايزة اقول معاكم فكرة فرقت معايا جدا. زي راجل المرور ممكن يبقى معاه كارت او تصريح من الهيئة بتاعته ان هو راجل مرور، وممكن الناس من حواليه تبقى عارفة ان هو راجل مرور، بس هو ممكن يبقى راجل مرور وهو قاعد في البيت مش لابس لبس المرور، مش قادر يمارس سلطته. ممكن يبقى راجل المرور واقف عند الإشارة بيحرك ايده، بيقول للناس اقف، بيقول للناس امشي، وهو مش لابس لبس المرور. محدش هيسمع كلامه لانه ملوش سلطة بسبب غياب اللبس اللي يثبت ان هو راجل مرور. الشكل الخارجي والسلطة اللي بمارسها هي اللي بتدي للناس الإيحاء ان انا موجود في مكاني الصح. نفس القصة بطبقها في موضوع الثقة في النفس. تعالوا نتخيل مع بعض ايه شكل الشخص اللي ممكن يبقى واثق في نفسه. اول حاجة، الشخص الواثق في نفسه ما بيستصعبش قولة لا. كتير من الناس بتخاف تقول لا تترفض وتبقى مهمشة من الدوائر المجتمعية، لكن الشخص اللي واثق في نفسه بيبقى عارف حدوده كويس، عارف إمكانياته كويس، يقدر يقول لا في الوقت المظبوط، ويعرف يقول في الوقت اللي هو عارف انه هيأدي الحاجة دي. على عكس الشخص اللي ما عندوش ثقته في نفسه، هيبقى طول الوقت عايز يقول لأنه عايز يثبت للناس وعايز يثبت لنفسه ان انا ممكن اكون احسن من كده، انا ممكن اكون كفاية. فبالتالي يبدأ يقول على مشاريع، على شغل، على علاقات غير لائقة خالص بشخصيته، لأنه مش عايز يترفض، مش عايز يبقى مهمش. الشخص اللي واثق في نفسه بيعرف يوقف الناس عند حدودها. لو حد تعدى عليك في الكلام أو اتكلم معاك بطريقة مهينة أو بأسلوب غير لائق، لو انت شخص واثق في نفسك بسهولة جدا هتوقف الشخص ده عند حده، ويبقى بداية الكلام نتكلم صح. لكن الشخص اللي مش واثق في نفسه بيقبل على نفسه الإهانات، لأنه خايف برضو يترفض، خايف برضو يتهمش. الشخص اللي واثق في نفسه هادي في ردود أفعاله.
لأن مش كل حاجة بتتقال من حواليه بياخدها كأنها علامة، أو عارفين الشخص اللي على راسه بطحة، إنه لو قاعد في اجتماع وحد قال حاجة على طول أول فكرة بتيجي في دماغه إنه غالبا الشخص اللي بيكلموا عليه ده أنا. الشخص اللي واثق في نفسه ردود أفعاله هادية، لأنه مش أول فكرة بتجيله هو إن هو الشخص اللي متسلط عليه الضوء، هو شخص موجود في وسط الجماعة اللي عنده حاجة يقولها لي يجي يقولها لي. لكن الغير واثق في نفسه أفكاره طول الوقت بترهقه، لأنه عنده عدم أمان اجتماعي، حاسس إن كل الناس بتتكلم عليه. الشخص اللي واثق في نفسه ما عندوش حاجة يثبتها لحد، شخص مرتاح في نفسه، بيمشي بتوقيته، بيمشي بسرعته، بيمشي بالخطة اللي هو حاططها لنفسه. لكن الشخص اللي ما عندوش ثقة في نفسه هو الشخص اللي لما تعجبه حاجة في شخص تاني ياخد خطة الشخص التاني دي ويطبقها على نفسه، لأنه عجباه ثقة الشخص الآخر. لكن هو مش مهم خططي، انا مش واثق اصلا اللي انا حاطه لنفسي ده هينجح ولا لا، فتلاقيه طول الوقت ماشي بسرعه الاخرين وعايز يلحق اللي الاخرين لحقوه، لانه عايز يثبت لنفسه حاجه ومش مرتاح في الشكل ولا البدله اللي هو لابسها. الشخص اللي واثق في نفسه ببساطه بيقدر يقبل انتقاد الاخرين ليه، لانه بياخد الاخطاء وبياخد الانتقاد ده كفرصه انه يصلح من نفسه. لكن سهل قوي تقفش اللي حواليك مين فيهم مش واثق في نفسه لما تلاقي حد طول الوقت بيدافع عن نفسه، ديفنسيف طول الوقت، عايز يقول لا انا ما كانش قصدي كده، لا انا مش هو ده اللي حصل، لا انت ما سمعتش الحكايه من وجهه نظر تانية. احساسي طول الوقت محتاجه اشرح نفسي، ده بيقول ان انا عندي عدم ثقه في نفسي. لكن الشخص اللي عارف سكته كويس وعارف انه ممكن يبقى متعور وممكن يبقى غلط وممكن يبقى جاب 5/10، لكن متقبل ده وبياخد ده تحدي عشان يعدي منه لخطوة أنجح، ده الشخص اللي واثق في نفسه. نعمل ايه بقى عشان نمارس الحاجات دي؟ أول حاجة محتاج أعملها هو إن أنا بما إن أنا عايش في مجتمع طول الوقت معاييره بتتغير والترندز بتتغير طول الوقت، إذن أنا محتاجة أحط لنفسي إيه هي معاييري الشخصية للنجاح، إيه هي معاييري الشخصية للجمال. وده محتاج وقت طويل من الفحص، وإن أنا أعرف هو أنا أصلا عايزة إيه من الدنيا أو عايزة أوصل لإيه في الدنيا، وإيه تعريفات الجمال وإيه تعريفات النجاح اللي أنا شخصيا مقتنعة بيها. إن أنا طول الوقت مسطرتي هي المجتمع، مسطرتي هي السوشيال ميديا. المسطرة دي مسطرة قاسية جدا، لأنها يا بتقصر يا بتطول يا بتسترتش، وأنا كأني حد طول الوقت بيعمل لي كده. امتى هعرف اثق في نفسي؟ فالحل هو ان انا اقعد مع نفسي واحدد ايه معاييري اللي انا عايزه اثبتها لنفسي وعايزه امشي فيها سكه. تاني حل هو ان انا اتعامل مع نفسي بنفس الرحمه اللي بتعامل بيها مع اصحابي. فلما الاقي حد من اصحابي بيغلط ما بجلدوش، لكن المشكله ان انا لما باجي اقعد مع نفسي بيبقى سهل عليا قوي اني مرحمش نفسي وان انا افضل اجلد في نفسي. محتاجه اتعامل معايا على اني شخص اخر زي بالظبط اصحابي. زي ما بشجع الاخرين اشجع نفسي كل يوم، زي ما انا بصبر على الاخرين هصبر على نفسي كل يوم. في جلسات المشورة وجلسات علم النفس دايما بنمارس ده مع العملاء بتوعنا، انه لما واحده تيجي لي متألمة مثلا وتبقى غضبانة من نفسها بسبب خطأ معين، بنمارس معاهم حاجة يمكن تنفع مع ناس ويمكن لا، هو ان انا بطبطب على كتفي واقول لنفسي it's okay it's okay it's okay اني اغلط، it's okay ان اليوم راح مني، it's okay ان العلاقة دي باظت مني. احساسي بتطميني لنفسي ان اليوم عدى والغلطة عدت نفسيا، ده بيأهلني ويديني زي امل ان بكرة كمان ممكن يعدي حتى لو حصل فيه اخطاء. تالت حاجة ان انا اركز على انجازاتي. للأسف كل السوشيال ميديا من حوالينا بتعلي علينا الستاندرز لدرجة بتخلينا ننسى اصلا هو ايه النجاحات اللي احنا عدينا فيها. تدريب بعمله كل يوم الصبح ان انا بصحى اكتب لنفسي عشان افكر نفسي هو انا ايه الانجازات اللي خلصتها امبارح في التودو ليست بتاعتي وفي الاجنده بتاعتي. افكر نفسي انا كلمت مين واطمنت على مين وانجزت ايه في البيت وانجزت ايه في الشغل وايه كان حلو في تصرفاتي امبارح. ويمكن الرسائل دي تكون بترد على كم الرسائل اليوميه اللي انا بقابلها في حياتي واللي بتحاول تثبت لي وتاكد لي ان انا مش كفايه. محتاجه حاجه عمليه عيني تشوفها تقول لي لا انت كفايه، لا انتي اتشطرتي، لا انتي بقيتي اسرع في الحته الفلانيه دي. مش عايزه اشجع حد ان هو يتكل بس على الاخرين يقولوا له ان انت برافو عليك انك نجحت، لكن دايما الواحد بيصدق نفسه، دايما الواحد
بيبقى بالنسبة له اللي هو بيقوله لنفسه هو أكتر حاجة هو بيطمنها. بدليل إني لما أقول لنفسي أنا مش كفاية، حتى لو كل الناس قالت لي إني كفاية، مش بصدق. لازم الثقة والتطمين يبقى من جوه لبره. لكن ده ما يمنعش إن أنا أكون حواليا دايرة اجتماعية متزنة وسوية، ناس بتفهم يعني ايه الرحمة، ناس يعني بتفهم يعني ايه البطء والطبطبة منهم. وانا شجع اي حد بعد ما بيسمع الفيديو ده يحس انه انا واضح ان انا محتاج امشي سكة علاج نفسي، او محتاج شخص متخصص يساعدني اني امر بمرحلة عدم الامان دي لنور الثقة في النفس، اني اعمل كده. ده من ضمن الدايرة الاجتماعيات اللي انا محتاج ازودها في حياتي. احنا عايشين في زمن قاسي، والكلمات السلبية بقت هي الترند اللي احنا مغروسين فيه طول الوقت. فكر النهاردة في دوائر علاقاتك، فكر في الكلام السلبي versus الكلام الإيجابي. تقل عندك تقله كتر الكلام الإيجابي اللي بيطلع من جواك واللي بيطلع من حواليك. أتمنى الحلول دي تكون بتساعدك وبتساعدك إنه نمشي سكة لقدام في حتة ثقتنا في نفسنا. لو الفيديو ده عجبك أرجوك شارك حد من أصحابك بيه. لو أنت عندك حد في دايرة علاقاتك محتاج يسمع الفيديو ده، من فضلك اعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل بتاعتنا عشان تتفرج على الفيديوهات الجاية.